ازاي ان انا اثق بالاخر، او ان انا اثق بكل حاجه حواليا، واثق بنفسي وسط الاخرين، ان انا ما اقعش في غلط. ان انت محتاج تعمل ابديت. انا شبهتها بشيء، ان انت لو ماشي في قلب بيتك مكان انت حافظه، او حتى في مكتبك اللي كل يوم عايش فيه وبتروحه، ممكن تتخبط في اي وقت، لان انت ماشي بكل ثقه، فبتخبط بتلطش عادي، تتخبط في رجل الترابيزه، في كرسي، في انتريه. ما انت فاكر بقى ان انت شايف كل حاجه واخد بالك من كل حاجه، فمش حريص، مش بتتحسس طريقك ومواضع الاشياء تاني. لكن لما بيكون النور قطع في نفس المكان اللي انت فيه، انت بتعمل ايه وهي نفس الحاجات، وعارف كل مكانها فين، لكن بتمشي بحذر شديد، وبتبدأ تتلمس وتتحسس الأشياء وانت في طريقك، علشان ما تصطدمش لا بحيطة ولا بترابيزة ولا بكرسي، ولا تكسر إزازة، ولا تلطش حاجة توقعها. فبتبقى حذر أكتر إنك توقع أي شيء. كذلك تعاملاتك مع الآخرين، انت بتتعامل مع الناس كأنها ثابتة، لا، انت لازم تتحسس من اللي قدامك، شعوره، أفكاره، ايه اللي اتغير فيه. احنا بنتغير كل يوم بناء على شعور، مواقف، تجارب حياتية، تغيير في المزاج، رؤيتك لكل شيء حواليك. لازم تعيد اكتشاف الأمور والشخصية من أول وجديد، تستكشف أفكاره الجديدة اللي حلت عليه، رؤيته ليك وللي حواليه. استكشف ايه اللي اتغير. هتعرف ده منين؟ لما تعمل تحديث. تبدأ بحذر، أسئلة خفيفة، شوف نظرته للأمر، هل إجابته هي على نفس موقف عدى مثلا من 5 سنين أو من 2 3؟ ميوله بقى بيحب إيه؟ كان بيحب إيه وبطل يحبه؟ كان ما بيقبلش إيه وبدأ يتقبله؟ كان بيكره إيه وبطل يكرهه بقى عادي بالنسبة له؟ لازم نعمل أبديت كل فترة لنفسنا وللي حوالينا. من هنا ثقتك بنفسك أو بالآخر مش هتخونك. طبق ده على نفسك وعلى اللي حواليك، لأن إحنا مش ثابتين، إحنا بنتغير. خط حياة ماشي، الخط الثابت هو خط القلب عند الوفاة، بيبقى حتى خط ثابت، لكن طول ما هو حي نبضات طالع نازل طالع نازل طالع نازل، وفي بيبقى تردد عالي وتردد واطي كده وهكذا. فده شيء مهم وضروري، تعيد استكشاف نفسك واللي حواليك تاني وعلاقتك بيهم. هيفك تعلق، هيفك ممكن خوف تكون غير مبرر انت ممكن تكون مضخمه. اللي الثقة بالنفس ممكن تزودها تاني، ثقتك في شعور الآخر، الثقة العمياء هتتغير. لازم تبدأ تعيد تحسس، تتحسس من الآخر، مشاعره وأفكاره والتغييرات اللي جدت عليه واحتياجاته. احنا احتياجاتنا بتغيرنا، احتياجاتنا بتغيرنا، مش بس المزاج. يعني قول ان بعض الناس المزاجيه المزاج بيتغير ممكن في اليوم، زي ما انا كنت بحكي كده على موقف مثلا قفلني في اول اليوم، لكن عادي كملت اليوم انه هيبقى اروع واجمل من اول اليوم، فالحمد لله والشكر لله بقى رائع. الحاجات دي كلها بتبدا تخليك تعيد ترتيب حساباتك وشعورك، نظرتك لكل حاجه حواليك. يعني بتبقوا 2 اخوات وانتوا صغيرين ليكم ميول واراء واشياء معينه، لما بتكبروا شويه في حاجات بتتغير، اكيد بتلمسوا التغير ده. اكبر من كده ودخلتوا في مرحله النضج، تبص تلاقي مثلا اختك او اختك بعد ما بقت ام او بقى معاها زوج، كل حاجه اتغيرت فيها، افكارها، ميولها، الحاجات اللي كانت بتحبها وتشتريها او سابتها، غيرت الوان، غيرت حاجات. احنا كده كلنا. كان في مقوله انا دايما بنسى مين صاحبها، اللي هو ان الخياط او الترزي هو اذكى واحد، لان كل مره بيروح له بياخد مقاساته، ما بياخدهاش، ما بيتعاملش معاه على اسم هو وزنه زاد وزنه قل، عضلات بقت اقوى، عضلات اضعف، طوله بيقل. احنا طولنا بيقل على فكره بعد 30 ملي كل كام سنه. ليه الملي ده بيقل؟ طبعا غير الرياضيين، يعني الفقرات والسائل ما بين الفقرات بيقل ملي.
فبيبدأ ينضغط سنة صغيرة. البني آدم الرياضي بيحافظ شوية أطول وقت، بس رياضي صح على الكتلة العضلية طبعا، والعضلات لما بتكون قوية بتفردك، جسمك بتفرد، وعلى صحة العظام، وعلى تجديد الدورة الدموية. والعضلات أو الرياضة بتساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجسم وفي الفقرات.